السيد هشام خريسات، محلل عسكري واستراتيجي في شبكة GBC نيوز من عمان، أهلا بك مجددا. ونرحب أيضا بمحمد الميديب، ناشط إعلامي من درعا. نبدأ معك محمد، متى سيبدأ الثوار بتنفيذ توعداتهم للنظام بقصف مدينة درعا بعد إعلانها منطقة عسكرية؟ نعم أختي الكريمة، طبعا المدة كما حددها أبطال الجيش الحر هي 48 ساعة، حيث أعلنت مدينة درعا وكافة السكنات المحيطة بها وكافة النقاط العسكرية والنقاط التشبيحية وحواجزها هي منطقة عسكرية. منع المدنيين أو حذر المدنيين من الاقتراب من هذه المناطق. طبعا جاء إعلان محافظة درعا منطقة عسكرية ردا على المجازر اليومية المرتكبة بحق المدنيين من النساء والأطفال، وآخرها أمس مجزرة درعا البلد، وأيضا قبل يومين مجزرة جاسم. طبعا ويركز الثوار على تحذير المدنيين من المرور داخل أو بجانب السكنات العسكرية، وخصوصا النقاط التشبيحية بدرعا المحطة وهي الكتيبة 285، كذلك المجمع الحكومي كالمخابرات الجوية وبقية الحواجز التشبيحية، لأنها ستكون هدف مشروع لأبطال الجيش الحر في الساعات القادمة. سيد خريسات، طبعا الثوار أسوة بدمشق أعلنوا درعا منطقة عسكرية، هل هم فعلا قادرون على تنفيذ عملياتهم في درعا؟ أولا، ماذا تعني كلمة منطقة عسكرية؟ عندما تسمعين بكلمة منطقة عسكرية، الذي أصدرها هو يكون بوضع الهجوم، والذي طبقت ضده هو يكون بوضع الدفاع. النظام منهار في المنطقة الجنوبية. وإذا عدتم بالذاكرة بتقاريركم وأخباركم قبل عدة أيام، عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بناء على معلومات استخبارية من داخل حزب الله ونقلت من عملائهم إلى الموساد، وهو بالمناسبة مخترق حزب الله. منطقة الحضر ماذا كان يعمل فيها هذا اللواء محمد داد الله؟ نعم. هذا الرجل وهو لواء بالحرس الثوري الإيراني وهو من مساعدي قاسم سليماني، وجد لكي يرمم ويعالج أو يوقف تقدم الثوار من منطقة الحضر. كيف كانت لديه مهمة؟ كيف يوقف تقدم الثوار الذي لا يستطيع قوات النظام ب6 فرق؟ نحن نتكلم عن فيلقين موجودات في منطقة درعا. نتكلم عن الفيلق الأول بفرقه 3، الفرقة المدرعة 9 موجودة في الصنمين، والفرقة المدرعة 5 في أزرع، والفرقة المدرعة 7 الآلية في الزاكية، والفرقة 10 في قطنة، والفرقة الأولى في الكسوة من الفيلق الثاني. أراد له كانت مهمة، كيف نستطيع أن نوقف تقدم فصائل الجيش الحر من أن تسلك مقترب القنيطرة جديدة عرطوس أو جديدة الفضل إلى دمشق 50 كيلو. كانت هذه أحد المهام. نحن إذا أردنا أن تكون معركة دمشق سليمة، ولن يكون معركة درعا التي ستقود إلى معركة حزام دمشق، إذا أردنا أن تكون سليمة فلا يوجد أن يكون غير هذا الحل الذي ستسمعينه. نحن نتكلم عن 3 خطوط دفاعية. الخط الأول نوى الشيخ مسكين أزرع، استطاع الثوار إنجاز تدمير نوى والقضاء على وتدمير الشيخ مسكين واحتلال المنطقتين. بقيت الشيخ أزرع. كيف تستطيع أنت لا تقاتل؟ هنالك أولويات، وهنالك اقتصاد بالجهد، وهنالك فاعلية بالجهد. لن تكون هنالك جدوى من العمليات إذا لم تكن أزرع هي على القائمة. لماذا؟ لأنك عندما تنهي أزرع فإنك ستنهي مقتربا كاملا طوله 94 كيلومتر، يبدأ من درعا بأزرع بصحنايا بداريا بدمشق. إذن أزرع مجرد أن تنتهي أزرع ستنتقل إلى الخط الدفاع الثاني، وهو تل الحارة الصنمين المسمية. نعم. وهذا تستلم الفرقة 9 والفرقة 5 حتى هذه اللحظة ونحن على الهواء لم تطلق طلقة واحدة فعلية على منطقة الصنمين أو منطقة المسمية. إذن ما هي فائدة المعارك الآن إذا لم تكن المنطقة العسكرية هدفها أزرع؟ فأنا أعتقد بأن هذه المعركة لا فائدة منها بهذا الظرف. يجب أن تكون المعركة الآن الخلاص من أزرع لتفتح عليك مقتربا وتنهي لك خطا دفاعيا أول، ثم تعود 20 كيلو إلى الخلف لتبدأ بمعركة تل الحارة الصنمين. إذا نفهم من كلامك سيد خريسات أن جهود الثوار في دمشق من الممكن أن تؤتي أكلها
مقارنة بما يجري في درعا؟ لم أرى أفضل من الإنجازات العسكرية التي يقدمها الثوار في درعا والقنيطرة، بل أنها مقلقة للذين يحيطون الدول المحيطة. أنت تعلمين هي المنطقة حدودية. إسرائيل قلقة جدا من تقدم الثوار ومن توسعهم من فترة إلى أخرى، وإيران لا قلقة جدا لأن الجيش النظامي حقيقة فيلقين غير قادرة على مسك الأرض في منطقة درعا، وخطوط الإمداد لديها أصبحت مقطوعة. يعني خطوط إمدادهم الآن أقصى خط إمداد يصل من دمشق الآن تل الحارة الصنمين المسمية، والجيش والقصف الجوي غير مؤثر على الثوار أصبحوا متمرسين ومتمترسين ولهم خبرة عريقة، ونتمنى أن تكون جميع الجبهات كما هو الآن يحدث في القنيطرة. لكن نريد أزرع تحديدا، أزرع إذا أنهوا أزرع الآن سيكون الخط الدفاع الأول الذي تمترس عليه النظام انتهى. الآن المعركة التي ننتظرها ونتمناها تل الحارة الصنمين المسمية لننهي الخط الدفاع الثاني، لننطلق إلى الخط الدفاع الثالث، الكسوة، قطنة، مطار دمشق الدولي، وإلا لن تبدأ معركة دمشق. أنت تسألين لماذا إيران تعتبر الحظر منطقة الحظر وهي قريبة من منطقة تدعى جبهة الخشب، تعتبر من أخطر المناطق وتعتبر مفتاح الدخول إلى دمشق. لماذا لا تبدأ معركتها على الأقل؟ معركة الحظر يجب أن تنتهي معركة الحظر بلا غير رجعة. شكرا جزيلا لك هشام خريسات، محلل عسكري واستراتيجي في شبكة GBC نيوز، كنت معنا من عمان. نشكر أيضا محمد المذيب الناشط الإعلامي، كان معنا من درعا.